السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وقبل ما نبدأ الفيديو كالعادة ندعي لاخواتنا ان ربنا يصبرهم ويرحم شهدائهم ويشفي جرحهم، انه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم امين. احمد نبيل كوكا ولا كريم فؤاد للظهير الايسر في مباراة الترجي يوم السبت؟ انا اقول لك كوكا وابصم بالعشرة. انا هلاقي ناس كتير هتختلف معايا، انما مفيش غير هو الحل ده انه يبدأ بكوكا علشان النادي الاهلي هاجم من الطرفين، فلازم كوكا. ولو ركزت في مباراة الذهاب هتلاقي ان معظم هجمات الاهلي كانت من ناحية اليمين بعد اصابة علي معلول، وكمان نادي الترجي كان مركز على الجبهة اللي موجود فيها كريم فؤاد اللي هو بديل معلول بعد الاصابة. وده يقول لك ان كريم فؤاد مش هيكون البديل الامثل لعلي معلول. واحد يقول لي طب يلعب بكريم الدبيس، للاسف صعب جدا، وحرام كولر يحرق لاعب زي ده في مباراة زي دي لانه لسه لاعب صغير. يا جماعه المباراه دي هتكون صعبه جدا جدا جدا. اي حد يقول لك المباراه للاهلي والاهلي هيفوز بسهوله، قول له انسى الكلام ده، قول له انسى. انت هتقابل فريق حصد اللقب 4 مرات ومنهم لقب على حسابك في 2018 وكنت فايز في القاهره 3-1. فبلاش الثقه الزايده دي بالله عليكم اللي ممكن تخسرنا اللقب اللي كل اهلاوي بيحلم بيه. وعاوز اقول لك حاجه كمان، الاهلي لو ما خدش اللقب ده او البطوله دي تحديدا يبقى خسر كل حاجه، لان الدوري بنسبه كبيره جدا مش هيكون للاهلي السنه دي. مش هيكون للاهلي السنه دي. انا مش بسبق الاحداث طبعا، لكن خلينا نتكلم بالمنطق. دلوقتي بيراميدز بيلعب والاهلي بيتاجل له مباريات، فطبيعي لما الاهلي يلعب ممكن يخسر مباراه او يتعادل، وساعتها خلاص ممكن الدوري يروح منك. فانا بتمنى ان الاهلي ينزل المباراة دي وهو محترم الترجي جدا ويلعب من غير تسرع علشان نقدر نفوز بأي نتيجة إن شاء الله. المباراة دي اللي أعصابه تعبانة ما يتفرجش عليها بجد، والله هنشوف سيناريوهات غريبة. وخليكم فاكرين كلامي ده، وافتكروا كمان إن قلت نلعب بتنظيم دفاعي أهم من إننا نهاجم. الطبيعي إن الترجي هيلعب زون ديفنس، فلازم كولر يلعب ضاغط اول ربع ساعه، وعلى شرط يسجل هدف في بدايه المباراه. خليكم مركزين مع كلامي ده. لو الترجي دخل اجواء المباراه ما نلومش الا نفسنا. فريق على ارضه وسط جماهيره كان بيدافع، اكيد مش هيجي يهاجمك على ارضك وسط جماهيرك. يبقى اول حاجه الضغط العالي اول ربع ساعه علشان نسجل ان شاء الله في بدايه اللقاء. تاني حاجة امتلاك الكورة، وبقدر الامكان نسبة الاستحواذ تكون لينا، ودي وظيفة مروان عطية واكرم توفيق. اول ما الاهلي يفقد الكورة لازم الضغط العالي على الخصم واستخلاص الكورة من غير فاولات. ثالث حاجة التنظيم الدفاعي، ودي اهم حاجة بالنسبة لنا، اننا ننظم دفاعاتنا. واهم من ده كله يا جماعة توفيق ربنا سبحانه وتعالى، لان لو ربنا مش كاتب لنا ناخد البطولة دي مش هناخدها. ياسين مرياح لاعب فريق الترجي التونسي قال عن مواجهة الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا إن المباراة هتكون صعبة جدا، وهي من أفضل فريقين في إفريقيا، خاصة إن النادي الأهلي ده 5 نهائي ليه على التوالي بالنسبة للأهلي طبعا. وأكد إن الترجي مركز 100%، وإن فيه 90 دقيقة بتفصل فريقين عن اللقب، وان شاء الله تكون من نصيبنا. ده هو بيتمنى انها تكون من نصيب الترجي. ياسين مرياح قال اننا حضرنا المباراه كويس جدا، والاهلي فريق كبير امام جماهيره وسيكون هناك ضغط، والترجي لديه من الخبره والثقافه للخروج من المباراه بنتيجه ايجابيه. طبعا حق مشروع ان الترجي يجي يلعب كره ما دام اجتهد ويكسب. وقال كمان ان الفرص متساويه بين الفريقين، والمباراه دي مش هتكون سهله، وهنحاول نمتص حماس النادي الاهلي اول 20 دقيقه، وان شاء الله تسير الامور لصالحنا. ده كلام ياسين مرياح. واضح جدا انهم جايين القاهره للفوز بالبطوله، يعني مباراه هتكون في غايه الصعوبه. اي نعم هي تصريحات للضغط على الاهلي، لكن ده الطبيعي، لازم يضغط على الاهلي. وكمان هو اتكلم زي ما قلت من شويه عن الدقائق الاولى، قال لك هنحاول امتصاص حماس فريق النادي الاهلي في الدقائق الاولى، لكن ان شاء الله كل التوفيق للاهلي، وان شاء الله نفوز بالبطوله دي علشان جمهور النادي الاهلي اللي ما بينامش ده. انا متاكد ان هم ما بيناموش، وانا واحد من الناس دول والله العظيم. وطبعا احنا عمالين نرسم يعني سيناريوهات سيئه ممكن تحصل مع الاهلي، وسيناريوهات كويسه ممكن تحصل معانا برضو ان شاء الله تكون في صالحنا. ده طبيعي من جمهور اتعود في
تشجيع فريقه ومؤازرته بالطريقه دي. وان شاء الله الفوز يكون حليفنا. وما تنساش تدعي لاخواتنا ان ربنا يصبرهم ويرحم شهدائهم ويداوي جرحاهم انه ولي ذلك والقادر عليه. واتمنى تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد وعلشان استمر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.